شوفوا لي بقى جمال المسقعه دي وحلاوتها، ولا طعمها وريحتها ما شاء الله هتجيب لاخر الشارع. فعلا طعمها مميز، اللهم بارك. نسمي الله كده ونشوف عملنا ايه مع بعض. بجيب البتنجان الرومي بقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين كده، عليه معلقه كبيره من الملح، معلقتين من الدقيق، بغلفهم مع بعض كويس. تمام. دي اهم خطوه في البتنجان عشان ما يشربش معانا زيت، وهيطلع معاكم مقرمش وطعمه فعلا مميز في قلب المسقعه. بقلبهم كويس زي ما انتم شايفين كده، معلقه بقى او زي ما بعمل. بنغلفهم كويس قوي قبل طبعا ما نقليه، يا ريت بس نركنه شويه، يعني ربع ساعه نص ساعه قبل ما نقليه. تمام. بكون محضره طبعا فلفل رومي حوالي ربع كيلو، طبعا حسب الرغبه. انا هنا حاطه في الوصفه فلفل رومي على الفلفل الحامي. بقطعه اي تقطيعه تفضلوها زي ما انتم شايفين كده. بكون محضره طاسه بنزل فيها بحبه من الزيت، بنزل بيها ببصلايه وسط مبشوره، فلفل احمر حامي طبعا حسب الرغبه، بشوحهم كده مع بعض شويه. بنزل بحوالي ربع كيلو مفروم او اقل كمان، يعني حوالي 200 جرام من اللحمه المفرومه. بنزل برشه كده من الملح مكعب من ماجي. بقلب الكلام الحلو كده كله مع بعضه لمده دقيقتين 3. بنزل طبعا بفصين من الثوم المفروم، دي اهم حاجه، معلقتين كده من الخل، وافضل اقلب كده لمده دقيقتين 3. حبه ملح صغيرين، معلقتين بقى حلوين من الصلصه معلبات. وكنت مقطعه طماطم حوالي طماطمتين كده، مقطعاهم ومقشراهم، مشاله منهم القشر، مقطعاهم زي ما انتم شايفين كده. بخلي كده مع كل مرحله دقيقتين 3. بصوا بدات تتسبك اهي. نزلت بصلصه، دي كانت عندي صلصه مسبكاها حوالي يعني نص كيلو او اقل كمان. نزلت بقى ببابريكا، فلفل اسمر، نص معلقه صغيره من كل حاجه. ادي البتنجان والفلفل اللي انا قليته. بصوا شكل البتنجان عامل ازاي، اللهم بارك. حاجه كده الله اكبر، ومش محتاجه فرن، مش محتاجه اي حاجه. بقلب الكلام الحلو ده كله كده مع بعضه لمده ايه، دقيقتين 3 بالظبط، ياخدوا غلوه كده مع بعض. بصوا شكل المسقعه عامل ازاي. لو الوصفه عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه.